هاجم اللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب قراراته الأخيرة. وقال أحمد حسام ميدو: مقر الكاف موجود في مصر، لكن الاجتماعات والقرارات تصدر في المغرب. وأضاف لاعب المنتخبات المصري السابق: تركوا لنا مبنى الكاف وأخذوا تسيير شؤون الكرة الإفريقية عن بعد. وتابع لاعب أياكس أمستردام السابق: لقد خطط المغرب لذلك منذ 10 سنوات، والآن أصبح كل شيء بين أيديهم. كشف موقع لاغازيت دي فوناك الرياضي الناطق باللغة الفرنسية بأن قائد الخضر رياض محرز لا يفكر إطلاقا في وضع حد لمسيرته الدولية مع الخضر، كما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام منذ خيبة كان كوت ديفوار. وأشار الموقع إلى أن محرز يريد على الأقل المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، فضلا عن نهائيات كأس العالم 2026، وهو التحدي الأكبر الذي يحلمه نجم الأهلي السعودي في تحقيقه. وأوضح الموقع حسب معلومات تحصل عليها من محيط قائد المنتخب الوطني أن الأخير لديه رغبة شديدة في صنع تاريخ جديد مع محاربي الصحراء، وتحطيم بعض الأرقام القياسية التي اقترب منها، حتى يمحو بها الصورة السيئة التي ظهر بها خلال نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار، إذا كان بعيد كل البعد عن مستواه المعهود. وأفاد المصدر ذاته بأن وضعية رياض محرز مع المنتخب ستتضح عند معرفة اسم المدرب الجديد، والذي ستكون قراراته حاسمة بشأن مستقبل العديد من اللاعبين ممن تقدموا في العمر، غير أن النجم السابق لمانشستر سيتي تبدو حالته خاصة، حيث بالرغم من بلوغه 33 عاما من عمره، إلا أن الاستغناء عن خدماته في هذا الوقت يبدو صعبا للغاية، نظرا للدور المهم الذي يقوم به داخل تشكيلة الخضر وخبرته.